اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ النهارده بقى هنعمل شويه كشري مصري ما لهمش حل. معايا نوعين مكرونه صغيره رفيعه ومكرونه سباكيتي. المكرونه سباكيتي مكسراها صغير زي ما انتوا شفتوها كده، مش مكسراها كبير. ميه بتغلي، نزلت بالمكرونه، نزلت بمعلقتين ملح. الميه كتيره فالملح عادي، لما تحطي ملح كتير مش تخافيش، مش هيحدق منك. هنا عندي بنقي العدس يا جماعة أنا بسويه زي الرز بالظبط، يعني بحط له مية مقدار الرز بالظبط. هنا غسلته وعندي مية بتغلي، هنزل بيه وهشوف المستوى بتاعه. لو حسيت، بصوا أنا قللت المية بتاعته شوية عشان حسيت إن هي كتيرة. هنا بقلب المكرونة، حطيت ملح على العدس وشوية كمون، وهسيبه على النار يغلي. وأول ما يتشرب بس كده، يتشرب خالص، هحط له شويه زيت. هنا بصوا المكرونه، بصوا جميله ازاي، ولا معجنه ولا اي حاجه. هنا عندي العدس، بصوا اتشرب، بصوا في ميه بسيطه اهي كده. هوطي عليه شمعه وهسيبه لما يكمل السوا بتاعه. هنا بقى عندي البصل، انا بعمل للبصل كميه كبيره وباخد الزيت اللي بيطلع من البصل بعمل بيه كل حاجه. بصوا انا ضرب خشن، هحط معلقه دقيق مع كل ضربه. هنا نزلت بالزيت وهنزل بالبصل. ازازه الزيت اللي انا فضيتها دي كلها هي اللي انا هعمل بيها الاكل، واللي هيفيدها ارجعه الازازه تاني. هنا بقول لكم بصوا انا بنزل كميه البصل كلها مره واحده، مش بنزل حبه حبه، عشان كده بحط ازازه زيت. هنا بقى عندي الحمص، ميه بتغلي وهسيبه على النار مع نفسه من غير اي حاجه. هفضل اقلب في البصل لغايه ما يحمر، وبعد كده هصفي البصل بمصفى، يعني هدلق الزيت ده كله. بصوا العدس مبدور بالحبايه ازاي، بصوا ومستويه، مش معجن خالص. ليه؟ عشان احنا سويناه زي الرز. في ناس بتسلقه، انا ما بسلقهوش، انا بسويه زي الرز. بصوا مبدور ازاي بالواحده. هنا بقى كان البصل خلص، باخد الزيت وبعمل. هنا نزلت بمعلقتين كبار زيت، وهنزل بالثوم ده مطرح البصل، وهنزل بالثوم وهفضل احمر فيه. وبعد كده هنزل بالطماطم عليه. اول بس ما يحمر كده، بصوا بيبقى لونه ذهبي بس. نزلت بالطماطم اللي انا مفرزاها. هنا بقى هعمل الرز، هاخد برضو معلقتين كبار من الزيت بتاع البصل، بيدي طعم تحفة للحاجة بجد. هفضل اقلب في الرز لغاية ما يخشول معايا كده، وبعد كده انزل بمية سخنة، هحط الحدق بتاعه اللي هو الملح بتاعه، واول ما يشرب هوطي عليه. وادي الحمص اهو خلاص استوى، وادي الصلصة بتتسبك. بصوا بجد شوية كشري بجد عظمة. هنا بوريكم الرز، بصوا خلاص اهو كده اتشرب، هوطي عليه شمعة. هبتدي بقى اعمل الدقة بقى بتاعته. عندي بقى طماطم مقطعاها، دي الشطة، وهحط كمون وهحط شطة على الطماطم، وهنزل بالملح وهنزل بالخل، وبعد كده هنزل بكبشتين صلصة بس. هي دي عندي الشطة. نفس النظام بالظبط هعمله في البتاع، بس مش هحط صلصة. قوطة، كمون، توم، ملح، خل، بس دي الدقة. هنا عندي الصلصة اتسبكت، حطيت لها ملح وكمون. ده الزيت بقول لكم اللي فاض من البتاع. بصوا بنزل بقى على كل حاجة شوية زيت شوية زيت على المكرونة. وبعد كده باخد الزيت بتاع الصلصة، الزيت بتاع الصلصة دوت لما بحطه على المكرونة بيدي المكرونة طعم خيال، بيعلي التيست بتاعها قوي. انا ما خدتش كتير، انا خدت الزيت بس، بصوا ما لونتهاش. ابتدي بقى اغرف، احط الرز من تحت، وبعد كده المكرونه، وبعد كده العدس، وابتدي بقى بظبط بقى الطبق بتاعي الجميل. بصوا العدس مبدور ازاي بالواحده، بصوا الجمال. ننزل بعد كده بالصلصه، وادي اللي عندي. بصوا بقى البصل اللي عندي مقرمش ازاي، هنزل بالبصل وبعد كده هنزل بالحمص، وكلي احلى طبق كشري في البيت.
ملهوش علاقة ببتاع بره خالص خالص. بصوا الجمال، بصوا كل حاجة مقدورة ازاي، وبألف هنا وشفا. لو وصلتوا لهنا لايك وشير وسبسكرايب. باي باي.